بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن الاحوال. حبايب قلبي، منوريني ومشرفيني في القناه بتاعتي المتواضعه، قناه يوميات ام شاذة. شكرا على اللايكات بتاعتكم والتعليقات الحلوه اللي بتسعدني. حبايب قلبي، اللي لسه مشتركش في القناه يشترك في قناتي ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. دوسوا على كلمة الكل، اشتركوا في القناة ودوسوا على كلمة الكل. واللي مشترك في القناة يحط اللايك ويكتب لي كومنت حلو كده. ده طبعا كان فطارنا الصبح حبايب قلبي. انا عملت كده جبنة فول وطعمية، وكنت عاملة قرص اللي انا منزلها لكم في الفيديو. وده كده كان الفطار بتاعنا الصبح، ونعمل شاي بقى كده جنب الفطار، نبتدي اليوم بتاعنا من اوله معاكم كده. يلا يا حبايبي، اللي اشترك في القناة يحط لايك ويكتب تعليق حلو، واللي ما اشتركش يشترك في القناة ويدوس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد من مشاهدة بتنزل. طبعا احنا كده بقى كنا الصبح هنفطر بقى، وبعد كده هنبتدي اليوم بتاعنا معاكم. حذروا فزروا ايه اللي في السكرة دي. هنعمل بقى احلى واجمل شوية محشي. بصوا بقى يا حبايبي، ده كده كان الكرنب، كنت جايباه الصبح صابح كده زي ما انتوا شايفين. بصوا ما شاء الله، كان بناداه والله العظيم، كان زي العسل. اول حاجه كده يا حبايبي هنبدا بقى نملى حله كده عشان نحط الميه تقلب، على بال ما نقور الكرنب ونحضر حاجتنا يكون الميه غلت. بصوا بقى ما شاء الله، الله اكبر، الكرنب عسل دلوقتي ما شاء الله، الكرنب بقى جميل جدا. خلاص كده بقى انا هحط الميه تغلي زي ما انتم شايفين كده. هو ده اوان الكرنب اللي تاكليه فيه. قبل كده كان الكرنب ما كانش لسه مسكر، هو ده الاوان بتاعه بقى اللي تلاقي الكرنب فيه زي العسل. جربوا بقى الطريقه بتاعتي وان شاء الله الطريقه بتاعتي تعجبكم. خلاص كده بقى نلم بقى يعني الحاجات الزياده ديت بواقي الكرنب. هنبدأ بقى نقشر بصلتين كبار كده ونفرمهم علشان نعمل الصلصه بتاعت المحشي. انت شاطره يا كوك، عسل. خلاص كده بقى نقشر البصل ونغسله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومعايا بقى قرنين من الفلفل الحامي وقرنين من الفلفل البارد. وطبعا ده حسب الرغبة، اما الفلفل البارد دوت بيخلي طعم المحشي وريحته كده جميلة وهو بيستوي. هنفرم بقى كل الكلام ده مع بعضه كده. ومعايا بقى معلقتين من السمنة وشوية من الزيت سخنوا، ونزلت عليهم بالبصل بقى زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما البصل بقى يدخل على دبلان كده، بنبدأ بقى يا حبايبي نحط البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وبهارات من بتاعة المحشي وكمون، ونص معلقة من السكر صغيرة، ومعلقة من الملح، نص معلقة من السكر عشان الحموضة بتاعة الطماطم يا حبايبي. هنبدأ بقى نشوحهم كده مع البصلاية عشان الريحة بتاعتهم تطلع. بعد بقى ما البصل دبل وريحة البهارات طلعت، هنضيف بقى الطماطم المفرومة. خلاص كده بقى هنسيب الطماطم تتسبك، ومعايا المية بتاعت الكرنب بتقلب على البوتاجاز. هنغسل بقى الخضرة بتاعتنا كده، نلاقي فيها اي حاجة، وهنغسلها غسلة كويسة كده. بصوا ما شاء الله، الخضار اليومين دولت كتير ازاي. الاول كنا بنجيب ب15 جنيه، يعتبر كانت حزمة صغيرة خالص. دلوقتي الخضار دولت انا شارياهم ب5 جنيه. الشتا معروف بالخضار يا حبايبي، الخضار بيبقى كتير في الشتا ورخيص. سبحان الله، وفي الصيف الفاكهة بتبقى كتير ورخيصة. دلوقتي بقى الخضار كتير عشان طبعا الشتا، الحاجة بتبقى صح في الشتا. هنقطع بقى اللي هي الجذور الزيادة ديت، ونبدأ بقى نفرم كده الخضرة زي ما انتوا شايفين. وكمان الحاجة بتبقى في وقتها حلوة، يعني لما بتخزني ما بيبقاش زي الطازة.
انا جربت كذا مره خزينة الخضار دي ما بيعجبنيش، ما بيبقاش حلو زي اللي انتي بتشتريه طازه. كل حاجه في اوانها بتبقى حلو. كده بقى الفرخه بتاعتي هجيبها بقى على بال برضو ما الصلصه تتعمل والميه بتاعت الكرنب تقلب. هنضف بقى الفرخه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، وهبدا بقى ان انا ايه ان اسيبها تتنقع على بال ما اسبك واسلق الكرنب يكون الفرخه اتنقعت. هشيل بقى الجلد الزياده ده، وهشيل بقى اي ريشه اي حاجه فيها زياده كده فيها زفاره، هبدا اقطعها. بصوا يا حبايبي، البلانشة اللي انا بقطع عليها ديت انا جايباها هي واحده اللي عندي، بس عامله ناحيه للخضار وناحيه للحوم. يعني لو فرخه اقطع عليها كبده لحمه اي حاجه، ناحيه للحوم وناحيه للخضار، عشان طبعا الناحيه اللي هي فيها اللحوم دي بتبقى فيها اخرام حاجه، لو فيها اي ميكروب ما يطلعش مع الخضار. طبعا انا ببقى غسلاها بكلور وبريل، ما هي ما بيبقاش فيها حاجه، بس هي انا متعوده على كده. هنا بقى حطيت ميه لنقيع الفراخ، حطيت ملح وسكر وليمون، ده المحلول اللي هنقع فيه الفرخ. هسيبها بقى تتنقع حوالي ساعتين كده على بال ما اخلص. وكمان ما تسيبوش الفراخ تتعرض للهواء، يعني لما تنقعي الفراخ ابدأي بقى ان انتي غطيها واركنيها كده بجنب، لان الهواء لما بيجي على الفراخ وهي منقوعه بيخلي ريحتها زفره. يلا يا حبايبي، اللي مشتركش في القناه يدخل يشترك بالله عليكم، فضلا وليس امر اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وحطوا لايكات كتير كده للفيديو. هنا بقى على بال ما خلصت الصلصه ونقعت الفراخ، كانت الميه بتاعه الكرنب غلت معايا، حطيت فيها معلقه كده كبيره من الملح، وهنبدا بقى نسلق الكرنب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلصتي؟ لسه يا كوك، هنعمل الصوت على الفيديو ونقوم اجيب لك اللي انت عايزاه. بعد بقى اللي بتطلعيني المستليق بتبداي بقى تحطي عليه ميه ساقعه، لان انت لو سبتيه وما حطيتيش عليه ميه ساقعه بيفضل بقى يستوي مع نفسه كده، والورقه بتلاقيها اتهرت. حبه الميه الساقعه اللي انت بتحطيهم على الكرنب دول بيوقفوا عمليه استوى، وبتفضل الورقه بقى زي ما انت عايزاها، يعني درجه استوى اللي انت عايزاها. انا مش بسويه قوي ولا بهريه ولا بسيب الورقه من اللي هي بتقرمش كده، استوى المظبوط. هنبدأ بقى نقطعه يا حبايبي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى، بتقطعوا الورقة كده على ايديكم، تعملوا راسطة كده جنب راسطة، بيسهل عليكم وانتي بتحشي بتاخدي الراسطة تحطيها قدامك كده على صينية وتحشي منها، بيسهل عليكي وانتي بتحشي. هقطع بقى كل الكمية دي عشان الفيديو ما يطولش عليكم وارجع لكم تاني. كده بقى الرز ده بعد ما انا نقيته كده هغسله بقى، هغسله غسله كويسه كده، هنزل اي نشا فيه. يلا يا حبايبي قولوا لي ايه رايكم كده في التعليقات تحت، في التصوير وفي الصوت وطريقتي في الاكل. واللي عنده اي وصفه عايز نعملها يكتب لي تحت في التعليقات، يبعت لي صوره او يكتب لي هو عايز اكله ايه وانا اعمل له فيديو عليها ان شاء الله. بس بالله عليكم ما تنسوش الاشتراك واللايك في القناه وتفعيل زر الجرس. كده بقى انا غسلت الرز ده زي ما انتم شايفين كده وصفيته كويس. ودي الصلصه بعد ما خلصت، انا بقى بشيل حته كده من الصلصه علشان الرز ده لو خلص وانا قاعده بحشي الخلطه، يعني لو خلصت وانا قاعده بحشي ما اقومش اعمل تسبيكه تاني، اخد بقى حته الصلصه ديت على شويه من الخضره ببقى شايلاهم برضو على جنب، واعمل خلطه تاني واقعد اكمل
حشو المحشي. بس هنا الحمد لله الرز ده قضى وفاض كمان، وانا خدت بقيه الصلصه كده عشان حسيت ان هو مش احمر قوي. بصوا بقى ما شاء الله، بصوا اللون. وكمان والله الكاميرا يعني مش موضحه اللون قوي عشان انا قايده الحامل منور جامد، فمش مخلي الرز باين ان هو احمر قوي. هنبدأ بقى كده نشوحه على البوتاجاز زي ما انتم شايفين. الخطوة ديت اختياري، في ناس بتحب تشوحه وفي ناس بتحب تحشي على طول، بس انا بصراحة جربت الطريقة ديت جميلة جدا في المحشي. وكمان ما تحطيش الخضرة مع الرز وهو بيتشوح، بعد ما الرز يتشوح ضيفي بقى عليه الخضرة. هنا بقى انا قطعت بصلاية صغيرة وقطعت طماطميتين كده وقرنين من الفلفل الحامي، هبدأ بقى اعمله احطهم في قعر الحلة. خلاص كده يا حبايبي الرز بصوا بعد ما اتشوح بقى ما شاء الله جميل ازاي. نبدأ بقى نضيف الخضرة. والله العظيم ريحة الخلطة بتاعت المحشي ريحتها جميلة جميلة. جربوا الطريقة بتاعتي ديت. طبعا انا مش بقول للناس اللي هي في ناس اساتذة في الاعمال المحشي، انا بقول للبنات اللي هم صغيرين اللي بيتعلموا لسه، اللي بيدخلوا على النت لسه في بداية جوازهم. الناس اللي هي اللي لسه مبتدئة في حياتها، فمش شرط ان انا بعلم الناس الكبيرة، لا طبعا احنا بنتعلم كلنا من بعض. دي بقى يا حبايبي انا كده حطيت البصل والطماطم والفلفل وتبلتهم كده بشويه من البهارات وشويه من الملح وحطيتهم في قعر الحله من تحت، وهنبدا بقى نحشي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عشان في ناس هتدخل تتفرج وتقول يعني احنا ما بنعرفش نعمل المحشي او ما بنعرفش نعمل كذا او كذا. لا يا حبايبي، في ناس مش الناس اللي هي الكبيرة، في ناس صغيرين في بداية حياتهم لسه بنات او عرايس جديدة. الكلام ده كله في ناس بتدخل على النت تجيب وصفات، فاللي حابب يتفرج على عيني وعلى راسي واللي مش حابب برضه على عيني وعلى راسي. هنا بقى يا حبايبي بعد ما خلصت المحشي ونقعت الفراخ هبدأ بقى اشطب الحوض بتاعي زي ما انتم شايفين كده. زي ما اتعودنا في كل فيديو بقول لكم شطبوا الحوض بتاعكم اول باول، هتحسوا بعد لما تخلصوا طبيخ هتلاقوا الدنيا رايقه حواليكم وهتبقى نفسكم مفتوحه بقى ان انتوا تدخلوا تعملوا اي حاجه في المطبخ. ما تسيبيش مطبخك مكركب وتخرجي تقعدي بعد ما عملتش الاكل، لا شطبي حوضك كده وخلصتي حاجتك وانت جوه في المطبخ، ما تخرجيش منه غير هو بيبرق كده. فلما تخلصتي اكل وتيجي تدخلي تعملي حاجه تحسي ان بالك رايق وبالك مرتاح كده. دي الحله بقى يا حبايبي اللي انا كنت سلقت فيها الكرنب، هغسلها هي وهسوي فيها الفراخ. يعني انا مش عشان عملت فيها بقى الكرنب هسوي فيها وهي بالتمر بتاعها دي، لا هغسلها بقى كده زي ما انتم شايفين غسله محترمه كده وهشطفها واحط بقى فيها ميه كده للفراخ عشان تقلب. بصوا الحله خليتها بتبرق ازاي. حامله بقى فيها ميه كده الاول وانا واقفه بشطب المواعين تكون الميه غلت للفراخ. بالله عليكم وحياة سيدنا النبي تدخلوا تقولوا لي ايه رايكم في التصوير وفي الصوت وفي طريقتي في الاكل، اكمل معاكم في القناه ولا لا. واللي حابب يتابعني على الفيسبوك يا حبايب قلبي انا ليا صفحه باسم يوميات ام شاذة، تشرفوني وتنوروني يا حبايب قلبي وقولوا لي ارائكم. انا بحترم كل الاراء، حتى لو في حاجه مش عاجباكم اكتبوا لي تحت في التعليقات فلما اجي اصور تاني مره يعني ايه احسن منها. انا مش هزعل من ارائكم خالص، اكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات. هنا بقى بعد ما الميه غلت هنزل بقى بالفراخ بتاعتنا، ومعايا بصلايه كده كبيره وطماطمايه ومعلقه من الملح، معلقه بقى معلقه صغيره من الفلفل ومعلقه صغيره من الكمون ومعلقه من بهارات اللحمه.
خلاص بقى يا حبايبي كده كانت الفراخ استوت، وادي المحشي بقى هنبدأ نسقي المحشي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا يا حبايبي ما شاء الله. هنسيبه بقى يستوي كده على جنب، وهرجع لكم تاني لما يستوي. خلاص بقى كده انا هحمر الفراخ. طبعا انا على ما المحشي استوى بقى كنت رحت اتوضيت وصليت وقعدت بقى كده استغفر واسبح، عشان كده نسيت السبحة في ايديا هيت وانا بصور. وده الشكل النهائي بقى الاكل بتاعنا يا حبايب قلبي. اتفضلوا معانا، ايه رأيكم بقى؟ وعملت حبة كده من لسان العصفور، وحمرت الفراخ والمحشي بتاعنا. ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. هنا بقى ده يا حبايبي كان في بداية اليوم الصبح، اول لما انا صحيت رحت جبت العيش وجبت طعمية وجبت فول كده من بره، وكان معايا عندي قرص من اللي انا عاملاها معاكم في الفيديو اللي فات. سخنتها كده تحت الشواية، وبعد كده بقى جبتها على الفطار وجهزت الفطار وعملت شاي، والحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا. ربنا يا رب يديمها نعمة علينا ويحفظها من الزوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.